عنه، بل أعلن للدنيا كلها كما ذكرت في خطبة الجمعة، أقول علي رضي الله عنه مولانا. مولانا علي رضي الله عنه مولانا. هذه ولاية الإسلام، ولاية الدين، الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. هذا هو عقد الولاء والبراء، هذا هو عقد الولاء والبراء الذي لا يصح إيمان إلا به. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلي سيد من سادات المؤمنين، إمام من أئمة المؤمنين، إمام من أئمة المتقين، رضي الله عنه وأرضاه. من كعلي؟ من كعلي؟ أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب، الخطيب الذي تهتز أعواد المنابر لكلماته وهي تخرج من بين شفتيه نورا يبدد الظلماء. من كعلي؟ رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث زيد بن أرقم. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، ومن أول من سمع القرآن مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها. علي رضي الله عنه الذي قال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا معتقدنا، نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله جل جلاله يحب عليا، نقطع بذلك، ونقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا، ونحن نقطع بأننا نحب كل من أحبه الله ورسوله. نقطع بأننا نحب كل من يحبه ربنا ونبينا. نعم، من أحبه ربنا ومن أحبه نبينا فنحن نحبه ونوقره ونجله ونتقرب إلى ربنا جل وعلا بحبه. فنحن نحب عليا ونعلن للدنيا كلها بأن عليا مولانا. من أين لك هذا؟ من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فرسول الله مولانا وعلي مولانا، نعلنها حبا لله وحبا لرسول الله وحبا في علي وطاعة للحبيب النبي. نعم، نطيع رسول الله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، ونحن نقول: نعم، علي مولانا، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرف عليا وكرمه تكريما لا منتهى لحده، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ هذه مكانة